بالرغم من إن شهر رمضان هو شهر واحد في العام، لكن الاحتفال بيه بيختلف من بلد للتانية. في دول عندها عادات غريبة جدا في رمضان، وفي بلاد تانية عندها تقاليد خاصة مش هتصدق إنها موجودة. يلا بينا نشوف مع بعض أغرب وأجمل العادات الرمضانية في دول العالم. المملكة العربية السعودية، رمضان هناك ليه روحانيات مختلفة، وخصوصا مع الأجواء الدينية. الناس هناك بيحرصوا على ختم القرآن الكريم في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، والأجواء هناك بتبقى خيالية، وخصوصا في آخر رمضان مع دعاء ختم القرآن في صلاة التهجد. وكمان لو زرت السعودية في رمضان هتلاقي تمر ومية في كل مكان، سواء في الطرقات أو عند أبواب المساجد. الناس هناك بيتسابقوا على توزيعهم، لأن إفطار الصائم له ثواب كبير. أما بقى في المغرب العربي، فالإفطار هناك مش بس بالأذان، لكن كمان بمدفع رمضاني بيضرب من فوق الجبال أو القلاع القديمة، علشان الناس تعرف إن المغرب أذن. وكمان عندهم عادة واحد كده اسمه النفار، وده المرادف التاني للمسحراتي عندنا، وده شخص بيمشي في الشوارع كل ليلة وبينفخ في بوق طويل جدا علشان يصحي الناس للسحور. أما بقى الأكل الرمضاني هناك، فالحريرة المغربية من أشهر الأطباق، ودي شوربة لذيذة معمولة بالحمص والطماطم والتوابل. وفي تركيا رمضان بيكون مختلف شوية عن أي مكان تاني، بيميزوا قراءة القرآن بالمقامات العثمانية في المساجد، وده بيدي للقرآن طابع روحاني وجميل جدا. وكمان الناس هناك بيحبوا حاجة اسمها الخبز الرمضاني، اللي هو البيدة أو البيدة، وده خبز طري وبيكون عليه سمسم، والناس بتقف عليه طوابير قبل الفطار. وفي أندونيسيا عندهم عادة اسمها نغا بوبوريت، ودي معناها إن الناس بتخرج قبل المغرب تتفسح في الشوارع أو تقعد على البحر لحد ما الأذان يأذن ويفطروا مع بعض. وأغرب عادة عندهم هناك إنهم بيعملوا أكبر صلاة تراويح في العالم في المساجد الضخمة، وبتجمع آلاف المصلين. أما الأكل فعندهم مشروب رمضاني اسمه إسبوع، وده مشروب فواكه استوائية مع لبن جوز الهند، طعمه منعش وجميل جدا. أما بقى في نيجيريا فبيستخدموا طريقة غريبة جدا للإعلان عن بداية رمضان ونهايته. بدل ما يستنوا التلفزيون بيضربوا نار رمزي في الهواء علشان يبلغوا الناس بقدوم الشهر الكريم. وكمان بيحبوا طبق أكرة، وده عبارة عن فطائر مقلية معمولة من الفول المطحون وبتتاكل مع الحساء الحار. في ألبانيا رمضان ليه طابع عثماني واضح. الناس هناك بيزينوا الشوارع والمحلات التجارية بالفوانيس العثمانية، والمساجد بتتزين بطريقة مبهرة. وواحدة من أشهر العادات هناك إنهم بيعملوا موائد إفطار جماعية ضخمة في الساحات العامة، وبيجتمع فيها آلاف الناس المسلمين وحتى غير المسلمين، وده بيعكس روح التعايش الجميلة ما بين الشعب الألباني وبعضه. نيجي بقى لأحلى رمضان في الدنيا، طبعا رمضان في مصر. رمضان في مصر ليه طعم تاني، روحانيات مختلفة وعادات ما بتتغيرش من جيل لجيل. لو قضيت رمضان في أي مكان تاني هتحس إنك مفتقد حاجة، مفتقد الجو، الناس، الزينة، الأكل. كل حاجة في مصر ليها طابع خاص في الشهر الكريم. تعالوا بينا مع بعض نشوف إيه اللي بيخلي رمضان في مصر هو أحلى رمضان في الدنيا. لو نزلت أي شارع في مصر قبل رمضان هتلاقي الدنيا قلبت مهرجان ألوان، الزينة متعلقة بين البيوت وسلاسل الأنوار بتنور الشوارع كلها. أما الفوانيس فدي قصة لوحدها. الفانوس بقى رمز رسمي لرمضان في مصر، وأصل الحكاية بيرجع للعصر الفاطمي لما الناس كانوا بيستقبلوا الخليفة بالفوانيس ليلة رؤية الهلال. ومن وقتها بقى الأطفال ما ينزلوش الشوارع غير بفانوس رمضان يمسكوه ويغنوا بيه: حلوا يا حلوا رمضان كريم يا حلوا. مدفع الإفطار اضرب. مفيش إحساس أحلى من إنك مستني المدفع وهو بيضوي في كل حتة قبل ما تفطر. عادة المدفع دي بدأت من أيام محمد علي، وانتشرت في محافظات كتير لحد ما بقت جزء لا يتجزأ من تقاليد رمضان في مصر. وأحلى حاجة لما كلنا بنقعد على الفطار ونسمع قبل الأذان مباشرة
مدفع الإفطار اضرب. أما بقى في السحور، فسحور مصر ليه صوت مختلف، وهو صوت طبلة المسحراتي اللي بيمشي في الشوارع قبل الفجر وبينادي كل واحد باسمه ويصحي النايمين: اصحى يا نايم وحد الدايم. وعلى الرغم من التكنولوجيا والمنبهات، لسه ناس كتير بتحب تستنى المسحراتي وهو بيخبط على الطبلة بتاعته وكأنها عادة مش ممكن تختفي. أما بقى أحلى حاجة في رمضان في مصر هو إن مفيش حد بيفطر لوحده، سواء كنت غني أو فقير، دايما في مكان ليك على مائدة الرحمن. ودي من أجمل العادات المصرية المنتشرة في رمضان. الموائد دي بتتفرش في الشوارع وبتجمع ناس من كل الفئات، الأغنياء بيتصدقوا والفقراء بيفطروا والكل بيدعي البعض، وده اللي بيخلي رمضان شهر الخير والبركة بجد. ولو هنتكلم بقى عن الأكل، فأكل رمضان على المائدة المصرية لا يقاوم. رمضان في مصر يعني سفرة مليانة بكل ما لذ وطاب. وطبعا لازم يبدأ الفطار بالتمر والبلح والعرقسوس والكركديه، وبعدها بقى المكرونة بالبشاميل والمحاشي واللحمة والصواني اللي ريحتها بتملى الشارع حرفيا. أما الحلويات فطبعا الكنافة والقطايف هم ملوك السفرة الرمضانية، وخصوصا لما تكون كده كنافة متدلعة بالمانجا أو بالنوتيلا. يعني الحاجات دي لسه جديدة ومستحدثة علينا، ولكنها موجودة بكثرة وخصوصا في الفترات الأخيرة. وبعد الفطار تبدأ روحانيات رمضان الحقيقية. المساجد في مصر بتبقى ممتلئة بالمصلين، الكل بيصلي التراويح، ويبدأ الشعور بالراحة والسلام والطمأنينة بيملى القلوب. وفي عادة مصرية جميلة إن بعد الصلاة الناس بيتجمعوا يتكلموا ويتحاوروا ويشربوا الشاي ويحسوا بجو رمضان الحقيقي. ولما نقول رمضان في مصر ده معناه حاجة واحدة: رمضان في مصر ما فيهوش نوم، سهر لحد الفجر، الشوارع مليانة ناس والبيوت مليانة عزومات وجو ألفة وحاجة كده مش موجودة في أي بلد تانية في العالم. أما بقى في السحور فأحلى حاجة فيه طبق فول بالسمنة البلدي وزبادي وعيش بلدي سخن، وطبعا كوباية الشاي على المزاج قبل الفجر بحاجة بسيطة. أما بقى في آخر 10 أيام في رمضان فدول ليهم طابع مختلف شوية في مصر. كل المساجد بتبقى مليانة على آخرها بالمصلين، والدعاء بيملأ الأجواء، الكل عايز يحيي ليلة القدر. وفي الليالي دي الشوارع بتبقى هادية إلى حد ما، لكن القلوب بتبقى مليانة نور وإيمان، وده أجمل إحساس ممكن تعيشه في رمضان. أما بقى في آخر يومين في رمضان دول بيبقوا كلهم مشاعر مختلطة، فرحة بقرب العيد وحزن على وداع الشهر الكريم. الناس بتبدأ تجهز نواعم العيد، والفرحة بتزيد مع صوت تكبيرات العيد اللي بتملى الجوامع. وفي يوم الوقفة تلاقي كل بيت مصري مجهز الكحك والبسكويت والبيتيفور والشوكولاتة، وتبدأ لمة العيد اللي بتملى البيت بالفرحة والبهجة. رمضان في مصر مش مجرد شهر، رمضان في مصر حالة خاصة، بهجة وخير وعبادة وألفة بين الناس. مهما سافرت أو رحت أو جيت بلاد تانية، رمضان في مصر مالوش زي. رمضان في مصر حاجة تانية. قولولي بقى في الكومنتات ايه أكتر حاجة بتحبوها في رمضان في مصر، وبتفتكروا ايه من ذكريات الطفولة. لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش لايك واشتراك في القناة، شيروا الفيديو لأصحابكم، عيدوا عليهم وقولوا لهم كل سنة وانتوا دايما طيبين وبخير، ويا رب دايما بيوتكم عمرانة بالخير وكل رمضان واحنا مع بعض. ما تنسوش بقى تستنوني في حلقات جديدة. كنت معاكم رحاب محمد، كل سنة وانتوا طيبين، أشوفكم في حلقة جديدة إن شاء الله، انتظرون.